تحت هذا الطربوش تكون دماغ جبار. هذا الفتى سيكون أكبر وأقدر مفكر في الشرق الأدنى، والوصف لجريدة التايمز اللندنية. درس الرياضيات ودرسها، وأتقن الإنجليزية وحذق الفرنسية، وأقام في إسطنبول عضوا في مجلس المبعوثان يخطب بالتركية، وبالعربية كان شاعرا ولغويا. لكن فارس الخوري كان أولا رجلا ذا موقف. كانت المناصب ترمي نفسها تحت قدميه. ترأس الحكومة السورية 4 مرات، وانتخبوه لرئاسة البرلمان ب81 نعم وورقة بيضاء واحدة. كان الاقتراع سريا، كان الزمن مختلفا. عندما جاء الفرنسي محتلا في أوائل العشرينات، جمع الجنرال إنري غورو قيادات البلد، جمعهم في قصر المهاجرين على غداء، تبسط معهم وامتدح الغوطة والشام، ثم نظر حوله سائلا: إذن هنا كان يقيم فيصل؟ تصدى له فارس الخوري وقال: هذا القصر بناه حسين ناظم باشا، ثم أقام فيه جمال باشا، ثم إدموند أليمبي، ثم الملك فيصل، وقد تغدينا معهم جميعا هنا، والآن تقيمون فيه فخامتكم. وكل أولئك قد ذهبوا يا سيادة الجنرال، وبقي القصر وبقينا نحن. وساد الوجوم المأدبة حتى نهايتها. بعد اللقاء قال له الشيخ تاج الدين الحسيني: لقد انتحرت سياسيا. قال فارس الخوري: سأقاومهم حتى يرحلوا. وكانت كلمة حق أتبعها صاحبها بفعل. فارس الخوري يرأس مجلس الوزراء في سوريا للمرة الرابعة وهو في 72، ومهمة سياسية في سان فرانسيسكو، إنشاء الأمم المتحدة في عام 45، وفارس الخوري يرأس وفد سوريا. خصص لكل دولة مكان جلوس، ودخل الوفد السوري مبكرا، وأجلسهم فارس الخوري في مقاعد فرنسا. وجاء الوفد الفرنسي برئاسة جورج بيدو، وبدأ بيدو يقنع الخوري بأن هذا المكان مخصص لفرنسا. وصمت فارس الخوري ونظر في ساعته، وساد الهرج والمرج القاعة. موقف وصفه مؤرخ أمريكي بأنه من طرائف الأمم المتحدة النادرة. احتد المندوب الفرنسي والخوري ينظر في ساعته، وبعد 25 دقيقة كاملة قام فارس الخوري وقال لبيدو: لم تصبر على احتلال مقعدك 25 دقيقة. أنتم تحتلون بلدي منذ 25 سنة، وآن لكم الرحيل. عندما خطب فارس الخوري في سان فرانسيسكو، قال سياسي أمريكي: بلد فيه مثل هذا الرجل لا يجوز أن يكون محتلا. وكانت كلمة حق. وبعد أشهر من توقيع الخوري على ميثاق الأمم المتحدة، نالت سوريا الاستقلال الكامل. لقد خالف فارس الخوري الرئيس القوتلي في الوحدة مع مصر، لكن هذا لم يمنع القوتلي من عيادته وهو في مرضته الأخيرة. كان يحكم سوريا رجال كبار يعرفون أدب الاختلاف. مات فارس الخوري قبل وصول حزب البعث إلى الحكم بسنة، فلم يشهد في سوريا سوى حكم الكبار، وكان من أكبرهم.